السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض اكلة جميلة جدا جدا. الاكلة دي جميلة في شكلها وطعمها، ده غير ان هي مغذية جدا جدا يا جماعة. والاكلة بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام. كل سنة وانتم طيبين. اكلنا رنجة كتير في العيد، احنا ان شاء الله النهاردة الاكلة دي مختلفة وجميلة وهتعجب كل الاولاد، لان هم بيشتروها من بره، بس احنا النهاردة هنعملها بشكل مختلف علشان تبقى مغذية ويكون طعمها احلى واحلى كمان. وهنعملها بحشوة الفراخ او صدور الفراخ او طباق البانيه اللي بتنباع في السوبر ماركت. ان شاء الله النهاردة هتبقى الفراخ النهاردة طعمها مميز وجميل غير اي مرة جربتيها قبل كده. طبعا تقدري تحشيها باللحمة المفرومة لو انتي حابة، بس احنا النهاردة ان شاء الله هنعملها بحشوة الفراخ علشان تبقى زي الجاهزة بالظبط. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان توصلكوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في الطريقة. واول حاجة معايا طبعا وهي الفراخ زي ما احنا اتفقنا. معايا كده نص كيلو من صدور الفراخ. دي اطباق الفراخ اللي بتنباع بانيه في المحلات. حابة تقطعي بقى صدرين فرخة كده، او بمعنى اصح تخلي كده صدرين فرخة زي ما انتي حابة. انا صراحة اشتريت طباق من بره جاهزة علشان ما كانش عندي فراخ متوفرة في الوقت دوت. طبعا صدور الفراخ البانيه بتبقى جايه شرايح شرايح كده زي ما انتوا شايفين. بمسك كل شريحة بقطعها بشكل طولي، وبعد كده بمسك كل قطعة بقطعها كده مكعبات. وبعد ما قطعت النص كيلو من صدور الفراخ هبتدي اعمل ايه بقى. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هجيب طاسة على النار وهضيف فيها معلقة كبيرة من السمنة زي ما انتوا شايفين كده. واول ما السمنة تسخن هبتدي انزل بثلاث بصلات كده حجمهم متوسط متقطعين على شكل جوانح. وهبتدي بقى اشوح البصلة لغاية لما تدبل معايا كده وتبتدي تخش كده في لون اصفر كستنائي. هروح نازلة بقى بالفراخ. شايفين دي المرحلة اللي انا عايزة اوصل لها. دلوقتي بقى هنزل بقطع الفراخ اللي انا لسه مقطعاها. عايزه اقول لكم الطريقه دي جميله جدا جدا، ومش هتحتاجي ان تتبلي الفراخ خالص. ليه بقى؟ لان قطع الفراخ زي ما انتم شايفين قطع صغيره هتبتدي تشرب كل حاجه هنحطها على الفراخ دلوقتي. وهنضيف لها كده توابل مميزه. عايزه اقول لك هتبقى احسن من المتبله كمان. ودلوقتي بقى هقلب تقليب مستمر كده لغايه لما قطع الفراخ تنزل ميتها وتشربها تاني. شايفين انا قلبت فيها كده تقليب مستمر لغايه لما نزلت ميتها كلها. دلوقتي بقى هنزل بالتوابل اللي هتخلي الفراخ في حتة تانية خالص. عايزة اقولك شوية التوابل دول جمال جدا جدا. هحط معلقة كبيرة كده من الزعتر، ومعلقة صغيرة مليانة من الفلفل الاسمر، ومعلقة الا ربع من الكاري. معلقة الا ربع كبيرة يا جماعة. ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل. الجنزبيل طبعا عندي مطحون، انت لو عندك جنزبيل فريش حطي، هيبقى طعمه احلى واحلى كمان. دلوقتي بقى انا قلبت التوابل كده مع الفراخ وريحتها طلعت معايا. دلوقتي بقى هنزل كده بشوية من الفلفل الألوان وثلاث فصوص من الثوم المهروس. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اقلب كده زي ما انتم شايفين كل حاجة مع بعضيها تاني لغاية لما الفلفل برضو ينزل ميته والفراخ تشربها. وممكن في المرحلة دي تغطي على قطع الفراخ لو حسيت ان هي ما استوتش معاكي. غطي عليها كده لغاية لما تنزل كل حاجة ميتها وتشربها تاني، وتتأكدي ان الفراخ استوت في المرحلة دي. لازم الفراخ تستوي كويس جدا جدا، بس ما تضيفيش ميه نهائي. هي كل حاجه هتنزل ميتها والفراخ تشربها، بالتالي كل حاجه هتستوي معاكي. كده خلاص كل حاجه نزلت ميتها معايا والفراخ شربتها زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى هطفي على قطع الفراخ واسيبها تبرد. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف هنعمل عجينه الكريب ازاي اللي هنحشي بيها الفراخ النهارده. معايا كده كوبايتين الا ربع من الميه. الكوبايه الاولانيه مليانه كده على الاخر زي ما انتم شايفين، والكوبايه التانيه كده ناقصه ربع. وزي ما انتم ملاحظين في الكوبايه التانية الميه واصله لغايه اخر ايد الكوبايه. وزن الميه اللي موجوده في الكوبايتين الا ربع وزنهم 400 جرام. يعني دول كده 400 جرام من الميه او كوبايتين الا ربع من الميه. دلوقتي بقى هضيف ايه؟ هضيف كده كوبايتين الا ربع من الحليب، والحليب يكون بدرجه حراره الغرفه. زي ما انتم شايفين كوبايه الحليب الاولانيه مليانه على الاخر نفس الوضع بتاع الميه، والكوبايه التانية هتبقى ناقصه ربع. علشان كده يبقى معايا كده كوبايتين الا ربع من الحليب. وزن الحليب اللي موجود في الكوبايتين الا ربع وزن 400 جرام. انت بقى لو حابه تحطي الكميه كلها حليب زي ما انت حابه، يعني تقدري تستغني عن الميه ساعتها وتحطي ساعتها 3 كوبايات ونص من الحليب. دلوقتي بقى هضيف ايه؟ هضيف معلقه صغيره كده من السكر ومعلقه صغيره كده من الملح. بعد كده هضيف 3 معالق كبار من الزيت، زيت نباتي عادي. يبقى كده خلاص احنا خلصنا كل حاجه سايله. هنضيف بقى الدقيق او الطحين.
هقلب بس كده الملح والسكر الاول مع الميه والحليب، وبعد كده بقى هنزل بالدقيق والطحين. هنزل ب3 كوبايات وعليهم معلقه مليانه بشكل هرمي علشان يدوني 375 جرام من الدقيق. وطبعا المعلقه اللي بتحطيها على ال3 كوبايات بتبقى معلقه كبيره مليانه بشكل هرمي. عايزه تعرفي عبينا الدقيق ازاي؟ بتنخلي الدقيق الاول، وبعد ما بتنخليه بتروحي معبيه بالمعلقه. بتعبي 3 كوبايات ممسوحين وما بتتدخليش بايديكي خالص، هي بالمعلقه، لا تهزي الكوبايه ولا تضغطيها بالدقيق. هتحطي 3 كوبايات دقيق ممسوحين وعليهم معلقه كبيره مليانه بشكل هرمي. دلوقتي بقى انا قلبت الدقيق كده زي ما انتم ملاحظين لغايه لما كل التكتلات فكت كده من العجينه. طبعا تقدري تاخدي كل الخليط ده على شفشق الخلاط وتضربيه، وهيكون احسن طبعا علشان خاطر ما تضربيش في العجينه كتير. وده مش علشان كتر الضرب غلط، لا، علشان خاطر ما تتعبيش. هتريحي نفسك وهتاخدي العجينه على شفشق الخلاط تضربيها، هتنعم معاكي وتبقى بالشكل دوت. زي ما انتم شايفين ده القوام بتاع العجينه، لازم تبقى معلمه كده على الاسباتيولا. عجينه سايله بس بتبقى معلمه كده وسايبه علامه. دلوقتي بقى هنعمل ايه علشان نتاكد ان مفيش اي تكتلات خالص في العجينه؟ هعديها كده على مصفى، يعني اصفي العجينه كده بحيث لو في اي تكتلات تظهر معايا. وبعد ما صفيت العجينه هبتدي بقى اغطيها كده زي ما انتم شايفين واسيبها تستريح كده لمده نص ساعه. طبعا نص ساعه كده بره التلاجة عادي خالص، وده علشان السوائل اللي موجوده في الخليط تمتص الدقيق كويس جدا جدا. طبعا العجينه مش بيبقى فيها خميره ولا بيكنج باودر، هي بس بتسيبها تستريح كده وبتشتغلي فيها على طول. ودلوقتي بعد ما العجينه استريحت كده لمده ربع ساعه بجيب طاسه كده زي ما انتم شايفين، اي طاسه تيفال موجوده عندك، مش شرط الطاسه بتاعه الكريب، وبتسيبيها تسخن على النار وبتروحي دهنها كده دهنه بسيطه، فرشه كده من الزيت، يعني نقطتين 3 كده من الزيت، ما تكتريش. وتروحي دهنه الطاسه وتسخنيها كويس، وبعد كده تنزلي بالعجينه. بتروحي نازله بالعجينه كده زي ما انت شايفه على حسب حجم الطاسه، سواء كبشه او كبشتين، وبتروحي فردها كده والطاسه سخنه بتتفرد معاكي، وبتروح ماسكه في الطاسه بسرعه. وطبعا بنسوي الكريب على نار متوسطه، ما بنحاولش نقلب الرغيف خالص الا ما الحراب بتاعه الرغيف بتنشف وبتستوي. يا دوبك بتروحي قلبها على الوش التاني كده دقيقه بالظبط وبتروحي شايلها على طول. شايفين دلوقتي انا جايبه فوطه وحاطه عليها كده الكريب علشان الكريب ما ينشفش مني. الرغيف بيطلع سخن بحطه فوق الرغيف اللي قبله واغطي عليه بالفوطه كده زي ما انتم شايفين. ما تخافوش الكريب مش هيلزق في بعضه خالص. ودلوقتي بقى ركزوا معايا، بروح مهويه الطاسه كده يعني دقيقه بالظبط كده، بروح رافعاها من على النار دقيقه وحطها وهي سخنه برضو، واروح كده دهنها دهنه من الزيت، وابتدي بقى احط العجينه كده عليها. وده علشان الحق افرد العجينه كويس جدا جدا في الطاسه كده زي ما انتم شايفين. يعني الطاسه ما تكونش مولعه على الاخر يا جماعه، حتى لو في حبه كده ما جاش عليها عجينه عادي خالص، حطي حبه كده. طبعا العجينه بتنشف كلها وبتبقى شكل واحد في الاخر. شايفين الرغيف مش بيكمل دقيقتين 3 بالظبط يا جماعه وبيكون استوى والعجينه جفت كده خالص، والحراف كده كلها كده نشفت معايا. بتاكد ازاي؟ بروح هزه الطاسه كده بلاقي الرغيف بيتحرك معايا، ساعتها اروح قلباه. شايفين قلبته على الناحيه التانيه، ما بكملش دقيقتين 3 بالظبط وبلاقي الرغيف معايا استوى من ورا. وطبعا تقدري تلفي الرغيف بايديكي عادي خالص في المرحله دي، ما بيكونش سخن قوي من الناحيه التانيه. شايفين الطريقه سهله وبسيطه خالص. وعايزه اقولك شويه العجين دول مش هياخدوا معاكي كده 10 دقايق بالظبط وهتكوني مسويه العيش كله. طبعا انا عملت معاكم الكريب باكتر من طريقه، وطبعا كل الطرق موجوده على القناه. وعملنا الكريب العادي اللي بنباع في المحلات اللي هو بنعمل على شكل سندوتشات دوت، وبنحشي مايونيز برضو وفراخ. وطبعا اللي حابب اي حاجه يكتب اسمها وجنبها اسمي ويبحث على القناه. طبعا القناه دي موجوده على اليوتيوب يا جماعه، وان شاء الله المقادير هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه، علشان اللي ما عندوش ميزان يقدر يعملها بالكوبايه. وبالنسبه للناس اللي مش عارفه مكان صندوق الوصف يا جماعه، يضغطوا على عنوان الفيديو او يدوسوا عليه، هيظهر لهم كلمه المزيد، هتدوسوا عليها هتخشوا على المقادير على طول. ودلوقتي بقى انا هخلص باقي الكميه كده مع نفسي وارجع لكم تاني. وبعد ما خلصت الكميه كلها كده وغطيت عليها بالفوطه، بسيبها زي ما هي كده، ما بكشفش عليها خالص، مش هيجرى لها اي حاجه. تعالوا دلوقتي بقى نحضر اخر حاجه قبل ما نرص كل حاجه في الصينيه. هنعمل كده شويه من البشاميل. هحط كده معلقه كبيره من السمنه وشويه كده من الزيت، وهحط كده معلقتين كبار مليانين بشكل هرمي من الدقيق او الطحين، يعني 40 جرام من الدقيق. وهبتدي بقى اقلب في الدقيق كده لغايه لما يخش معايا كده في اللون السكري. واول ما يخش معايا في اللون السكري هكون محضره كده 3 كوبايات من الحليب. طبعا الحليب عايرته بنفس الكوبايه الازاز اللي في الفيديو. شايفين ايد بقلب بيها كده والايد التانية بنزل بالحليب عليها، وده علشان ما يكتلش مني.
طبعا الحليب بيكون بدرجة حرارة الغرفة يا جماعة او ساقع من التلاجة، اهم حاجة ان الحليب ما يكونش سخن. دلوقتي بقى مش هشيل ايدي خالص من الخليط لغاية لما كله يتقل معايا بالقوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي. وبعد ما الخليط يتقل معايا هبتدي بقى انزل بايه، هنزل كده بشوية من الفلفل الاسمر والملح. هتبدأي بقى خليط البشاميل زي ما انت حابة. شايفين شوية كده من الملح ونص معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسمر، وهقلب تقليب مستمر. وطبعا لو عندك فلفل ابيض تقدري تحطي مكان الفلفل الاسمر علشان ما يعملش لون في البشاميل، بس الصراحة انا مش كان موجود عندي، انما طبعا الاتنين هيدوكي نفس الطعم والنتيجة. دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنسيب كده البشاميل يبرد براحته بعد ما وصل للقوام دوت. وتعالوا بينا نشوف عيش الكريب شكله عامل ازاي. شايفين ما شاء الله ال3 كوبايات دي طلعوا لنا كمية كبيرة من عيش الكريب، والعجينة طرية ولينة وعاملة ازاي ما شاء الله. الطريقة ناجحة جدا جدا، حتى انت لو عايزة تعملي اي كريب تقدري تعمليه بالمقادير دي عادي خالص، مش شرط الطريقة دي. وطبعا لو حابة تعملي كمية كبيرة من الكريب يا اما تضاعفي المقادير، يا اما في مقادير على القناة للكريب قبل كده زي ما انا قلت لكم فيها برضو عجينة الكريب، تقدروا تاخدوا مقادير العجينة وتعملوها في اي فيديو انتوا حابينه. شايفين الكريب طالع معانا عامل ازاي، ده غير الطعم يا جماعة. وزي ما انا قلت لك لو حابة تستخدمي السوائل كلها حليب زي ما انت حابة وتستغنى عن المية، انما ما ينفعش نحط مية صافية يا جماعة، لان المية هتنشف لك الكريب. لازم يبقى خليط مية على حليب والنص بالنص، ما ينفعش تكتري اكتر من النص مية. ودلوقتي بقى يلا بينا نشوف هنحشي العيش ازاي ونرصه في الصينية. معايا صينية ألمونيوم كده زي ما انتوا شايفين، او اي صينية عندك موجودة ازاز ألمونيوم فايركس، اهم حاجة ان الصينية تاخد العيش كله. زي ما انتم ملاحظين كده هحط كده شوية من البشاميل، كبشة واحدة كده في الصينية من تحت، علشان لما اجي ارص العيش يتمسك معايا، وفي نفس الوقت برضو العيش ما يلزقش منك، لان طبيعي ان البشاميل فيه مادة دهنية مش هتحتاجي تدهني الصينية. هي حط كده فردة كده من البشاميل في الصينية من تحت. وبعد كده بقى تعالوا نشوف هنحشي العيش ازاي. معايا كده رغيف من العيش، بروح جايبه كده الفراخ زي ما انتم شايفين بعد ما تكون بردت طبعا، وبروح حاطه كده في النص الكميه اللي انا حباها. حابه بقى تحطي زيتون مخلي في المرحله دي زي ما انت حابه، حابه تحطي جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، ميكس من الجبن او جبنه رومي في المرحله. انا هحط جبنه موتزاريلا كده في النص، وطبعا هحط كده عيش بالجبنه الموتزاريلا من جوه، وعيش من غير الجبنه الموتزاريلا خالص. هحط حشوه الفراخ بس، يعني الحشوه دي ترجع لرغبتك انت. وزي ما انتم ملاحظين عيش الكريب طري ولين معايا، بتنيه بفرده زي ما هو كده، ما بيجرالوش اي حاجه. ما تخافوش العيش مش هنقطع منكم خالص، طالما انت مغطيه العيش لغايه اخر مرحله. اوعي تقلقي خالص ان العيش ينقطع منك، اهم حاجه اوعي تكشفي على العيش خالص لغايه لما تخلصي الحشو كله. ودلوقتي بقى انا حطيت الفراخ كده في النص، طبعا ما حطيتش جبن المره دي خالص زي ما انا قلت لكم كده، هحشي شويه بالجبن وشويه من غير جبن. وبعد ما بحط الفراخ في النص بروح مطبقه رغيف كده من الجنبين، واروح تانية كده الحرفين على بعض هيدوني شكل المربع زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الرغيف بنحط كده على البشاميل ما بيتحركش خالص وبيلزق ومش بيجراله اي حاجه خالص ولا يفك. دلوقتي بقى كميه البشاميل اللي باقيه معايا زي ما انتم ملاحظين كده، هحط كده شويه كده على كل رغيف، وده علشان اوزع البشاميل كويس. بعد كده هروح ماسكه بقى العيش ده كله كده دهناه كله بالبشاميل. حابه بعد ما تدهني العيش كله بالبشاميل تحط شويه كده من الجبنه الموتزاريلا زي ما انت حابه، او الجبنه الشيدر او الجبنه الرومي، اي جبن بتسيح طبعا تقدري تحطيها على الوش. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف هنسوي الصينيه دي ازاي، بعد طبعا ما نحط عليها البشاميل كده ونفرده كويس، ونحط عليها رشه كده من الجبن لو انت حابه. انا بالنسبه لي هحط كده شويه من الجبنه الموتزاريلا، حابه تحطي حطي، مش حابه خلاص. طعم البشاميل كافي كده وطعمه جميل جدا جدا. بالنسبه بقى للتسويه، هتسويه في الفرن الكهرباء، شغلي من تحت الاول، واول ما تلاقي احراف الصينيه بدات تستوي كده من الجناب، هتروحي بقى طافيه من تحت ومشغله الشوايه ومديها وش كده بسيط. طبعا كل حاجه مستويه يا جماعه. وطبعا بنولع الفرن على درجه حراره 200، سواء فرن البوتاجاز العادي او الفرن الكهرباء. انا بالنسبه لي سويتها في فرن البوتاجاز العادي، حطيتها كده لمده 10 دقايق و12 دقيقه على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. طبعا احنا مش بنسويها قوي علشان خاطر برضو البشاميل ما ينشفش من تحت، يا دوبك كده بس تلاقي الحراب بتاعه الصينيه بدات تعمل كده فقاقيع، تعرفي كده ان الصينيه بدات كده كلها ايه، تندمج مع بعضيها. هتروحي بقى طافيه من تحت كده، وهتروحي بقى مولعه الشوايه، وتروحي بقى مديها وش كده من فوق جميل علشان البشاميل يبقى طري كده، وكل حاجه تبقى معاكي كده جوسي وطريه. شايفين ما شاء الله الكريب بيتكلم عن نفسه يا جماعه، عايزه اقول لك احلى من بره مليون مره.
احلى من سندوتشات الكريب اللي بتشتريها من بره، وكل حاجه فيها مغذيه. ده غير ان اضافه البشاميل للكريب يا جماعه نقله تانية خالص. عايزه اقولك هتاكلي كده وانتي بتستمتعي، مش هتبقى عايزه تخلصي اكل من كتر حلاوه الكريب. شايفين القطعه بتطلع كده بقطعتها، تقدميها في الطبق كده، وطبعا القطعه بتكفي فرد ما شاء الله. القطعه مليانه على الاخر زي ما انتم شايفين كده. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي اول مره يشوف القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه. بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان توصلوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.